الموقف اللي هاحكيه ده حصل يعني كده من حوالي 9 سنين. كنت يعني شاب صغير، كان عندي 21 سنة 22 سنة، كنت مراهق شوية. المهم كان في يوم كده اتعرفت على واحدة من عن طريق الفيسبوك، والمهم قعدنا نتكلم فترة والكلام ده، وما شفتهاش خالص لحد ما جيت اليوم اللي انا خلاص بقى قررنا ان احنا نشوف بعض فيس تو فيس، واتفقنا على الميعاد والمكان، ولبست واتشيكت ونزلت وراح اشوفها. وانا في الطريق لقيتها بتكلمني، فبتقول لي انا عايز اعترف لك على حاجه. قلت خير؟ لقيتها بتقول لي انا عندي شنب بسيط. فانا سكت. شنب بسيط؟ عادي، ممكن تكون البت حلوه بس مش مهتميه بنفسها والشنب اعدادي. المهم رحت انتظرتها، فانا بكلمها انت فين؟ لقيتها بتقول لي انا اهو قدامك وداخله عليك. برمي عيني مره واحده كده وابص، الاقي لك واحده زي حجم الفيلم بتاع ايظنه، ولابسه شبشب كروكس وداخله عليا. انا ببص كده اللي هو بسم الله ما شاء الله، الشمس يعني اتغطت من عليا، وبتقول لي انت كذا. فانا عايز اقول لها لا، فاقول لها اه انت كذا، قالت لي اه. فانا من جوايا اللي هو يا نهار اسود، ايه اللي انا عملته في نفسي؟ فلسه هتبتدي تقعد جنبي، انا بالنسبه لها بيضه صغيره، وهي بسم الله ما شاء الله. فانا فطيت كده من مكان وقلت لها ايه، بص ثواني كده بس اروح اوصل لحد اول الشارع، اروح اجيب علبه سجاير واجي. قالت لي ماشي. رحت انا يا معلم، رحت خالع. ومن ساعتها يا معلم، حته ان انت تعرف واحده من عن طريق الانترنت من غير ما تشوفها حرمت نهائي. ودي نصيحتي ليك، اوعى تعرف واحده اونلاين، اوعى.